آخر ساعة بعد العصر وحتى قبيل أذان المغرب، وبعض أهل العلم قال لحد أذان المغرب. الإنسان في هذه الساعة إن توجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وبذل ملتمسا أسباب الإجابة من استغفار ومن صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويلبيه. طيب، ناس كتيرة جدا تقول لك انا ما بعرفش استفتح في الدعاء، او انا ما اعرفش ادعي اقول ايه، او انا ما اعرفش اكلم ربنا اقول له ايه. الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لكلام منمق ولا كلام مزوق ولا اي شيء خالص، انما اللي في قلبك قوله لربنا سبحانه وتعالى. لكن لان الشيء بالشيء يذكر، فمن اجمل الدعوات الجامعة التي ذكرها اهل العلم من اهل الله العارفين التي يستحب ان يدعو بها العبد في هذه الساعة بعدما يتوجه الى الله سبحانه وتعالى بصدق وبذل وباستغفار وبتوبة وبصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول كما علمنا أهل الله: اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، اللهم ثبت لي نفسي، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وقني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني، اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي، واستغفر الله العظيم واتوب اليه من كل ذنب علمته او لم اعلمه، فعلته بقصد او عن جهل. قال اهل العلم: وبعدما يفرغ من هذا الدعاء يستحب ان يسمي ما يريد من حاجته، اذا كان حاجة يريدها من امور الدنيا فانه يسميها، وان كان حاجة يريدها من امور الآخرة فإنه يسميها. طيب، وبعدين نعمل إيه؟ نستنى أذان المغرب. طبعا يستحب الكلام ده إن إحنا نكون طبعا على طهارة، ويستحب الكلام ده يا حبذا لو إحنا في المساجد، والحمد لله المساجد كلها فتحت. ويستحب الكلام ده لو أنت في مكان يعني مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، زي بيوت ربنا سبحانه وتعالى، وزي عند أولياء الله سبحانه وتعالى، ولو أنت في المسجد الحرام، ولو أنت في المسجد النبوي، ولو انت في اي مكان تظن ان فيه قرب لله سبحانه وتعالى بهؤلاء الاطهار الذين هم فيه من اهل الله سبحانه وتعالى، وتسمي حاجتك سواء كانت حاجة من امور الدنيا او حاجة من امور الاخرة، وبعد كده تختم بالصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع كل الكلام ده لازم نحط نصب عنا حاجة مهمة جدا. لو انا دعيت ربنا بحاجة وربنا سبحانه وتعالى اعطانيها لازم افرح. طيب، لو ربنا سبحانه وتعالى منع عني ذلك الذي ارجو وارغب، افرح اكتر. ليه؟ لان الاولى تحققت رغبتي، لكن الثانية تحققت ارادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته التي تتحقق في كل الاوقات. لكن فرق بقى بين تتحقق مشيئتي انا وبين ما تتحقق مشيئة ربنا. وكم من مشيئة لنا، وكم من إرادة لنا، وكم من رغبة لنا أردناها، فلما صرفت عنا ولما منعت عنا حزنا وسئمنا وظللنا ندعو، فلما تبين لنا بعد ذلك ما كان فيها حمدنا الله سبحانه وتعالى على أن صرفها عنا. وعلشان كده صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانوا بيدعوا، لكن لما كان ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنهم الشيء فكانوا أشد الناس فرحا، لأنهم علموا أن مراد الله لهم وأن إرادة الله لهم لا تأتي إلا بكل خير.
يذكر أن عمر بن الخطاب في وقته في عهده كان فيه رجل عنده مزرعة، والمزرعة فيها شجر له ثمر طالع من على سور المزرعة، فمرت ناقة رجل راعي فأكلت الثمر. راعي المزرعة زعل تضايق، فأخذ حجر كبيرا فرمى الناقة فماتت. لما ماتت الناقة صاحب الناقة ذبح راعي المزرعة انتقاما لناقته، فقام عمر يريد أن يقيم الحد على القاتل، القصاص، فحكم عليه بالقصاص. فلما أراد أن يقيم عليه الحد قام الرجال قال: يا أمير المؤمنين، أنا أطلبك أن تمهلني 3 أيام بس. ليش؟ قال: أنا عندي مال لأيتام مؤتمن عليه، أنا دفنته في المكان في الصحراء في البر ولا يعرف مكانه إلا أنا، لو قتلتني ضاع حق الأيتام المساكين، عطني 3 أيام أروح أطلعه وارجع. قال: من يكفلك؟ حنا ما نعرفك وانت عليك قود ستقتل. وقفوا الناس يناظرون، ما حد يعرف الرجال، ليس من أهل المدينة. قال: لا أحد يكفلك. فالتفت رجل قال: ألا يكفلني منكم أحد؟ فقام أبو ذر رضي الله عنه قال: أنا يا أمير المؤمنين أكفل الرجال هذا. قال له عمر: تعرفه؟ قال: ما أعرفه. قال: تعرف كفالتك له إذا لم يرجع؟ قال: أعرف، إذا ما رجع قصيت راسي أنا. قال: اذهب. أطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الناس حاطة يدينها على قلوبها خايفين على أبو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر: قربوه، يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فإذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر: ما الذي أرجعك وقد كان بإمكانك أن تفر تنحاش؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت ألا أعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر: يا أبا ذر، ما الذي جعلك تضمن تكفل رجل لا تعرفه وربما يكون القصاص على رقبتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال قلت المروءة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول أبوه صاحب الدم الموقفين، فقال: يا أمير المؤمنين، تنازلت لوجه الله. قال له عمر: ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال: خشيت أن يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. إذا بقيت قيم الناس بقي الخير وينتشر الخير، ولذلك احرصوا. أختم بأمرين 2: انشروا القيم بين الناس، وأنصح عيالي وشبابنا: احذروا من الخوض في الفتنة والدخول فيما يخالف تثبيت القيم، لا في تويتر ولا في الكتابات ولا في المجالات السياسية ولا في الدخول في النيات. تجنبوا ذلك كله، واسألوا الله أن يجمع كلمة الأمة على لا إله إلا الله.